انا مش عارفة اعمل ايه مع الراجل المصر على الخيانة. مهما عملت معاه ما بيتغيرش وبيفضل دايما كنت كل مرة بكتشف ان هو في خيانة او بيعمل اي حركة من حركاته القذرة كان يرجع لي ويقول لي ده ايه ورقة عرف، يعني انا متجوزها. كان بيبرر كل تصرفاته القذرة دي بحتة ورقة عرف. انا متجوزة بقالي 26 سنة. انا مش عارفة اعمل ايه مع الراجل المصر على الخيانة. مهما عملت معاه ما بيتغيرش وبيفضل دايما في دمه. بيقعد يكلم ويهزر مع ستات وبيجي عندنا وبيقف دايما على طول، بيبقى حاسس بملل وزهقان. محدش فيكم يقول لي ان انا مقصرة في حاجة. جربت معاه كل حاجة، ولكن دايما هو بيبقى معتمد ان انا بسامحه وبيرجع تاني لبيته وما بيكونش في اي حاجة حصل. ولادي دلوقتي بقوا شباب. عندي بنتي وصلت لثانوية عامة. انا مش عارفة اعمل معاه ايه. كنت كل مرة بكتشف ان هو في خيانة او بيعمل اي حركة من حركاته القذرة كان يرجع لي ويقول لي ده ايه ورقة عرف، يعني انا متجوزها. كان بيبرر كل تصرفاته القذرة دي بحتة ورقة عرف. انا كنت بتضايق وكنت دايما على طول بتخانق معاه، لدرجة ان انا بقيت اتجاهله وحسيت ان انا مش معايا راجل اصلا. ولادي خلاص بقوا شايفين ده بعينيهم وبقوا يعرفوا كل التصرفات اللي بيعملها باباهم. انا مش عارف اعمل ايه الصراحة. انا بقالي 10 سنين في 10 سنين كلهم مع ستات وكلام وهزار وكل حاجة، ودايما بيجي عندي وببقى انا حد ما يعرفوش. انا مش عارفة اتصرف ازاي في حاجة زي دي، وكنت محتاج ان انا اعرف رأيك ورأي الناس اللي عندك يقولوا لي اعمل ايه. طيب خلينا لو حضرتك اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد، وما تنساش بالنسبة رأيي في الكومنت. انا من وجهة نظري الغلط بدايته كانت عند حضرتك اللي سمحتي له كده من الاول، فبقى الموضوع عادي زي كأن الطفل بيغلط وانت بتسامحيه وبيبتدي يكرر في الغلط. ولكن خلينا نتكلم دلوقتي ان ولادك خلاص دلوقتي كبروا وفهموا. المفروض تجيبي بقى حد كده عاقل كبير في عيلة وتجيبيه وتتكلمي معاه وتقولي له على كل الدنيا دي، ويقعد معاه يفهمه يقول له ان عيالك كبروا وخلاص بقى يفهموا اللي انت بتعمله وما يصحش، وتبدأي بالحسنى. يعني تبدأي دي الحاجة الوحيدة اللي تبدأي بيها في الأول. ولكن هو لو فضل على حال ده، وأنا عارف إن هو مش هيتغير لأن البني آدم اللي بيخون مرة هيفضل طول عمره بيخون ومش هيبطل ده بصراحة. فلو انت شايفة ان انت ممكن تقدري تنفصلي براحتك، لان انا ما بحبش اقول كلمة الانفصال، ولكن في الظروف اللي بتبقى زي دي الافضل ليكي في الحالة دي ان انت تاخدي القرار ده. ولكن لو انت شايفة ان الموضوع ده هيأثر على ولادك وهيكون سبب في ان يبقى في عاجز منك، ولكن انا شايف من وجهة نظري ان خلاص ولادك خلاص بقى يقدروا يعتمدوا على نفسهم ومفيش اي مشكلة. اعتقد ان ممكن يكون اكبر واحد دلوقتي من بين 24 او 25 سنة، وبنوتك دي اللي هي في ثانوية عامة خلاص انت تركزي معاها وتشوفي دنيتها ايه لحد ما تخلص الكلية بتاعتها وخلاص. انا مش شايف ان فيها اي مشكلة خالص، لان وجوده زي عدمه. هل جزئية المادية دي هي اللي هتفرق معاكي اذا كان هو موجود ولا مش موجود؟ اعتقد ان ده مش هيخلق فجوة كبيرة، ولكن ان انت عايزة خلاص انت عرفت من اللي بيحصل ده، وهو طالما بيعمل في الحاجات بتاعته ديت مش هيبطل. فلا انت خدي قرار. واعتقد ان انا وضحت لك، بس انا مش عايز اقولها دايركت على طول، بحيث ان انا ما بحبش حد كلمة الطلاق يعني. ولكن في امور خلاص انت عندك طاقة تقدري تكملي بيها بالشكل ده خلاص عشان خاطر عيالك، وانت براحتك. انت ما عندكيش طاقة خلاص خدي القرار على طول، ما فيهاش رجعة. واكيد الناس طبعا هتشاركني في الرأي وتقول رأيها ايه، وانا برد على كل الكومنتات بتاعت الناس.